زلزال وزان هذا هو اللقب اللي عطاو الهزه الارضيه اللي وقعت مؤخرا في بلادنا ما بين 11 و 12 ديال الليل. كاين اللي حس بها وكاين اللي لا، كاين اللي كان مازال فايق وكاين اللي فيقاتهم الناس. السيناريو ديال الليله كامله في الزنقه تعاود للمره الثانيه في بلادنا، كيف ما وقع في اخر زلزال في 2024 واللي تلقب بزلزال الحوز. القوه ديال هذا الزلزال اللي ضرب مؤخرا ضرب شمال المغرب بالضبط في اقليم وزان، حيت هما الناس اللي حسوا به مزيان وصل ل 5.1، وهذه راه قوه اللي ماشي سهله، راه ممكن تسبب في خسائر كبيره. ولله الحمد هاد الضربه ما خلاتش خسائر ماديه ولا معنويه مقارنه بزلزال اكادير في 1960 اللي وصل ل 5.8 درجه واللي خلات ما بين 12000 و 15000 وفاه. عازت الخسائر الماديه اللي تقدرت ب 50 ديال البليون ديال الدولار. اما زلزال الحسيمه في 2004 اللي وصل ل 6.3 وخلى ما يقارب 630 واحد اللي مات. عازت الخسائر الماديه. هاد المدينه بالضبط ولات كتمثل شبح ديال الزلزال، حيت ضرب عندهم المره الثانيه في 2016 تقريبا بنفس القوه ديال 2004، غير هاد المره الحمد لله الخسائر كانت قليله. عاد زيد الوحش اللي ضرب في مراكش اللي كان اكثر قوه من الزلزال ديال الحسيمه واللي وصل ل 6.8، وهذه النسبه راه هي اكثر نسبه عرفها المغرب في الهزات الارضيه. اما الخسائر راه كانت كارثيه، عشناها كاملين لحظه بلحظه، وشفنا كاملين التضامن ديال المغاربه مع الناس اللي تضروا بالزلزال، ومنهم الناس اللي باقيين مازال دابا عايشين تحت منباش ديال الميك وسط من البرد والثلج في الجبال ديال الاطلس. ايوا انت ما تنساش تقول لنا في التعاليق واش حسيتي بالزلزال او لا، ومن اين مدينه حسيتي به. هذا مكان تهلاو.